هلا حبايب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة يا رب. نبدي فيديونا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم حبيت اشارككم روتين اليوم بالكامل من الصبح للمغرب. ان شاء الله يعجبكم الروتين حبايب. هنا أنا مسوقة مسواق بدي اشوفكم اياه. ما ظل شي، ان شاء الله باكر رمضان، كل عام وانتم بخير، عساكم من عواده يا رب تحقيق الاماني. حبايب هنا اخذت جزء من المسواق، يعني كل ما اروح للسوق اجيب وجبة حتى يعني لا يصير ثقيل بالشيل، وحتى همينه شوية شوية اسوق. هنا اخذت مجموعة من البهارات، كركم وثوم مطحون وماجي، واخذت سودة، واخذت بهارات برياني. هنا اخذت نومي تمر هند، شوفوا بعدني اول يوم صيام. اخذت تمر هند حتى اسوي شربت، ان شاء الله همين اذا قدرت انزلكم الطريقة، منزلتها قبل اني بالقناة. عصير تمر هند، طريقة كلش سهلة وطيبة، موجودة بالقناة إذا حبيتوا شوفوها. حبايب هاي كم شغلة اشتريتها وخليكم ويانا. هسه راح اروح انظف المسواق واغسله. يلا خلوا لايك ونكمل الفيديو، ان شاء الله يعجبكم الفيديو حبايب. هنا غسلت المسواق والسبيناء غمينه، غسلته قبل ما اثرمه حتى يعني يصير سهل عليه بالثرم. وهاي الثوم هم علقته، وشوفوا شو مسويه. قبل 3 ايام يبست هاي فلفل، رغم اني ما احب هواي فلفل حار بس يفيدنا مرات. هنا راح اسلق هاي الباقلة قبل ما اغسل الطباخ حبايب، لانه اليوم اني خالة جدر كبير على النار، خليتها ورا البيت، سويت كسور لان عندي تنظيف. من عندي تنظيف دائما هيك اسوي طبخة خليها بعيد يعني وحدة فور. هنا خليت الباقلة اللي انقسم ما ياكلون من الكسور، ما ياكلون عندي لحم، تستوي. وراح احمس بنفس المكان، راح احمس هذا السبيناغ حبايب. السبيناغ غسلته بعدين ثرمته يصير شوية اسهل، لان من اثر ما يضوج بالغسل. هنا هاي استوت عندي الباقلة، وسهمكم العافية. راح اشيلها واحمس بمكانها السبيناغ. وهنا حبايب السبيناغ مثل ما تشوفون خليته بجدر بدون اي زيت. حبايب اذا حابين تشوفون طريقة تفريز السبيناغ عندي موجودة بالقناة، روحوا شوفوها وانطوني رأيكم. طبعا هاي طريقة من زمان اسويها وكلش تفيدني، يعني تفريزات تقدرون حتى وقت طويل تخلوها من موسم كامل يعني. هنا حمستها حمس زين بالبداية الآلة بدون أي زيت طبعا. هنا حبايب هواي حكيت، خلوا لي لايك، اشتركوا بالقناة إذا كنتم مشتركين. هنا حقسمها لا 3 أقسام وأخليها بأكياس. شوفوا حبايب هاي من تريدون تطبخوها تفوروا لها لحم، تحمسون معجون وتضيفون عليها هاي كاملة بعد محموسة، يعني ما راح اتعبكم اذا عندكم شغل. اذا هاي وتعرفون السبيناغ يريد له يعني وقت هواي بالتنظيف، تقريبا ساعة. يلا تغسلون السبيناغ وثرموه. هسه هنا سويته، هذا يسوي جدر كلش كبير، يعني انت هاي 3 باقات كان السبيناغ، تقريبا 3 كيلوات واكثر. وشي فرسته. اذا حبيتوا الطريقة جربوها وشوفوها كلش تفيدكم. وهنا حبايب راح ابدي بتنظيف البيت. اول شي بدينا بيه المطبخ، انا راح انظف المطبخ، ونبى راح تنظف الهون حبايب. هنا يعني احنا دائما ننظف بس ما اصور لكم. بس هسه ما شاء الله مناسبة شهر رمضان قلت خلي انزل لكم روتين تحفيزي، ان شاء الله يعجبكم الروتين حبايب. اتمنى من عندكم حبايب تخلون لايك، واذا كنتم مشتركين بالقناة تشتركون. اكثركم يشاهدون الفيديو ما يخلون لايك، ما راح يضوجكم اللايك ولا راح يخسركم شيء. شاهدتوا شكرا على المشاهدة واهلا وسهلا بكم. اتمنى منكم تخلون لايك. هنا خلصت الشبابيك كلها غسلتهن، هسه اغسل الباب وحتى اغسل القاع. بالبداية نظفت الطباخ، ما مصورت لكم اياه يعني مصورته بس مو واضح لانه مراية ما طلعته. هسه هنا حبايب خلوني لايك حتى انزل لكم فيديوهات. اذا تحبون فيديوهات روتين كتبوا لي انزل لكم روتيننا بشهر رمضان، واذا تحبون بس طبخات هم كتبوا لي. وجايين متابعين جديدين احب اشكرهم، شكرا لهم. خليكم ويا الفيديو حبايب. هنا أنا راح اخلص المطبخ حتى ننظف القاع. شبيش عسل زين، الجو حلو مو باردة. ريحان عندنا جهال هيجي نهار كله بالماء.
المطبخ. شوف طبختنا صارت. عند الشغل سوي من هاي المرقة، تجيبين كسور وذبيه على النار ورا 3 ساعات ساعتين، خلي له بصرة وملح بس فقط. هذولي نومي بصرة وملح وهاي الكسور وبس. بس احنا خلصنا تنظيف البيت وراح نروح نتغدى. دمتم في امان الله وحفظوا، مع السلامة. هاي جدر خالته ورا البيت يفور على كيفه.